السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بنت سيدي الخضر مصطلغة المية. ان شاء الله تكونوا بخير، صحتكم لاباس، ونواصلوا في المقبلات اللي نرافقوهم مع الشواء للعيد الاضحى ان شاء الله. وكما وعدتكم بالمقبله تاع الدنجل راني جبتها لكم اليوم بطريقه سهله وناجحه. نبداو بسم الله ونصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. انا هنا كنت شويت الدنجل غير فوق الكاس باش يعطيني هذيك البنه تاع الشواء في المقبله تاعنا، ودرت معاها الثوم. وهنايا في جهه واحده اخرى كنت قطعت الدنجل تاني وقليته، وعندي معاه حبه تاع طوماطيش وفص تاع الثوم، والثوم تاني مشوي نديرهم كاع في رحبه ونقليهم مليح، ونزيد معاهم مغرف تاع طوماطيش تاع القوطي، ونزيد معاهم الملح وشويه تاع حرور. هنايا الدنجل تاعنا راه واجد، ونزيد له شويه حشي شوربه. هذا الحشي شوربه تاعي انا عندي فيه شحال، وراهي كاينه طريقه الاحتفاظ به في القناه تاعي. ونزيد عليهم عصا تاع الليم، ونولي الدنجل تاعنا هذاك اللي كنت شويته، ونزيد عليه دوك الفصوص تاع الثوم، ونزيد عليه قرصه تاع ملح، ونزيد عليهم شويه تاع ليم، وواحد ياغورت ناتور ولا فرماج. وهنايا المقبلات تاعنا راهم واجدين. دروك نروحوا لخبز الطورتيه اللي هو ساهل. عندي غير كاس تاع فرينه وشويه تاع ملح ومغرف تاع زيت، نبسوا كل شيء ونزيدوا عليهم الماء هكا غير بشويه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. وهذه الوصفه تاع خبز الطورتيه سهله بزاف وناجحه 100%. بعد ما كملت العجينه نغطيها ونخليها تريح 5 دقائق ولا. هنا بعد ما ريحت لي نرش هكا غير بشويه تاع فرينه ونقسمها على زوج. انا راني باغي ندير زوج خبزات صغار غير باش نرافقهم مع المقبلات تاعنا تاع نهار اليوم. هنايا نبدا نحل في العجينه الاولى ونديرها هكا على شكل دائري، نحلها بالطول نعاود نزيدها بالعرض باش تحصل على دائره، ومن بعد نبدا نطيب فيهم. هنا انا كنت محميه الطاجين تاعي، حطيت الخبزه الاولى ومن بعد طيبت الخبزه الزوجه بنفس الطريقه. هنايا انا بغيته الشكل تاعهم راني بغيته يجي مدور ليشان، جبت طبسي حطيته فوقهم وقطعت هكا بالخدمي كاع هذوك الحواشي وتحصلت على دائره ليشان. هنايا تاني الخبزه الزوجه درتها بنفس الطريقه. دروك نقطعهم مثلثات غادي تجي الشكل تاعهم شباب، وطريقه التقديم تاني تجي بريزونطابل. انا هنايا بعد ما قطعتهم كاع هكا مثلثات دروك نروح نحمي الطاجين تاعي ونرشه بشويه تاع الزيت، ونحط هذاك المثلثات تاع الخبزه الاولى. هذه هي النتيجه بعد ما حمرتهم من زوج جهات. دروك عندي هنا في كسرونه صغيره درت الزيت وخليتهم ينحمى مليح، عاود حطيت هذوك المثلثات تاع الخبزه الزوجه وخليتهم ينقلاو. وهنايا بعد ما كملت هذه هي النتيجه تاعنا تاع المقبله تاع نهار اليوم. وهذاك هو الخبز الطورتيه اللي درناه بزوج طرق وفي زوج جاوبنان. هذه الاولى اللي كنت انايا قليته جا مقرمش بزاف وكيما الشيبس، وهذا الزاوج جات القرمشه تاعو خفيفه وتاني جا بنين. وهذا الدنجل اللي كنا شويناه، وهذا الدنجل اللي كنا قليناه. وهذه هي طريقه التقديم، ان شاء الله تعجبكم وديروها في عيد الاضحى ان شاء الله. وصلنا لاخر الفيديو، ما تنسونيش بالجيم، اشتركوا في قناتي، بارطاجوا الفيديو باش تستافدوا كاع. تهلاو في رواحكم ومع السلامه.